بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر ونتشرف باستضافة كابتن أحمد حسام ميدو رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك. أهلا بيك معانا كابتن. مساء الخير يا أسامة. وأولا يعني بعزي كل أهالي الشهداء وأهالي جمهور نادي الزمالك اللي توفاهم الله خلال الكارثة بتاعت الدفاع الجوي. وإحنا بنعتبر إن هم طبعا إخواتنا في حب الزمالك، والسبب الرئيسي إن هم ماتوا هو حبهم لنادي الزمالك فقط وحرصهم على متابعة الفريق اللي بيعشقوه. أحب أقول كلمة لأهالي جمهور نادي الزمالك اللي توفى، إن إحنا عارفين إن إحنا مهما عملنا عمرنا ما هنعوضهم عن ولادهم أو عن إخواتهم، لكن الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها ليهم إن إحنا نبقى صوتهم، وبنوعدهم إن إحنا عمرنا ما هنبطل مطالبة بحقهم وبمحاسبة المسؤول عن سوء التنظيم اللي تسبب في رأيي في وفاتهم. وبأكد ان مش لازم ان حد يضرب حد بالرصاص عشان يموته، لكن ممكن قرار غلط وتصرف غلط يتسبب في وفاة الجمهور، وده احنا شيء لا نقبله، لان مش جزات البني ادم اللي بيعشق نادي ويروح ان هو يشجعه وحريص ان هو يبقى موجود وراه في كل ملعب ان هو يرجع لاهله في كفن. فبوعد مرة تانية لأهالي الجمهور إن إحنا هنبقى صوتهم، وإن إحنا هنفضل مهما فات الوقت مش هنيأس، إن إحنا هنفضل نطالب مرة واثنين وثلاثة وعشرة بمحاسبة المسؤول عن كارثة الدفاع الجوي. كابتن، أنت شايف مين المتسبب الأول في هذه الكارثة؟ سوء التنظيم وعدم العمل على قانون الرياضة من قبل وزير الرياضة في الفترة اللي هو تولى فيها المسؤولية. كان لازم يتم العمل على قانون الرياضة ويتم توثيقه أو التصديق عليه بشكل استثنائي من الرئاسة قبل البرلمان، وهو ما لم يحدث. التنظيم كان سيء جدا، وبدين سوء التنظيم في رأيي إن سوء التنظيم في الدخول والخروج من الملعب هو السبب الرئيسي في وفاة مشجعي الزمالك. كابتن، كان في جمهور دخل من قبل هذه الكارثة، جمهور كتير، بس كان حصل وفيات بره. طب ايه السبب ان كان في جمهور دخل وفي جمهور برضه؟ سوء التنظيم يا استاذ، يعني انت مهما سالتني برضه كله هيرجع لسوء التنظيم. سوء التنظيم وعدم الاستعدادات، عدم وجود الاستعدادات الامنيه او التاهب الامني بشكل جيد. وانا في رايي ان اتخاذ بعض القرارات من القاده ومن الافراد تسبب بشكل كبير جدا في وفاه اخواتنا مشجعين الزمالك. كابتن، انت حضرتك في مدير فني تولى مهمة نادي الزمالك في التوقيت ده، فريرا. هل حصل بينك وبينه اي لقاء قبل تواجده؟ النهارده كان عندي اجتماع مع فريرا، وشفنا ازاي هيحصل ربط ما بين قطاع الناشئين وبين الفريق الاول، وازاي ان احنا هنقدر ان احنا نقدم للفريق الاول لعيبه ان شاء الله على اعلى مستوى، يكون الفريق الاول او الجهاز بتاع الفريق الاول يقدر ان هو يستخدمهم في المباريات، وازاي هنوحد السيستم ما بين العمل ونظام التدريب في فرق الناشئين والفريق الاول، لان دي نقطه مهمه جدا. عايز اقول لجمهور نادي الزمالك ان نادي الزمالك، ولاول مره ممكن اقول كده، ان هو محظوظ ان رجل بهذا السي في وبالسيره الذاتيه دي وبقوه وتاريخ فريرا ان هو يكون موجود معانا في نادي الزمالك دلوقتي. بحيي مستر فريرا ان هو رغم الموقف الصعب اللي كان هو فيه في اول مباراه حتى قبل توقيع العقود، ان هو اصر ان هو يبقى موجود، ان هو ما خافش، وان هو ما قالش ان انا ايه المكان اللي انا موجود فيه ده وفي ناس بتموت وكذا وكذا وكذا. لا، هو راجل الموضوع ده زاد اصرار على البقاء مع نادي الزمالك، وده بيوري لك ان هو راجل محترم وراجل عنده يعني راجل عنده تحدي كبير جدا في ان هو يحصل على بطوله مع نادي الزمالك. اللي احنا بنقوله لفريرا ان احنا كلنا في نادي الزمالك هنوفر لك كل المسانده، كلنا هنساندك من اولاد النادي ومن اصغر مدرب لاكبر مدرب، وباذن الله نقدر ان احنا نفوز بالبطولات مره ثانيه. لكن العوده الى البطولات ليس
يعني مش معنى ان احنا بننادي بعوده البطوله وبننادي بعوده استئناف البطوله ان احنا زي ما انا قلت هننسى حق الناس اللي ماتوا. احنا مش هننساه، احنا هنفضل دايما نطالب بحساب المسؤولين الى ان يحاسب المسؤول باذن الله. وعايز اقول للناس ان قبل كده بعد كارثه بورسعيد الدوري وقف فتره كبيره جدا، وحصلت الكارثه مره ثانيه، فمش هو ده الحل. ف يعني اتمنى ان الدنيا تعود، يعني او الدنيا تعود لمجراها الطبيعي، والدنيا تمشي بهدوء لغايه نهايه الدوري باذن الله، اذا كتب له ان هو يعود مره اخرى. هل يا كابتن كان عودة الجماهير كان قرار صائب في التوقيت ده؟ يعني كان توقيت سيء انا في رايي. مباراه اول مباراه يرجع فيها الجمهور، مباراه انبي والزمالك الاول والثاني. نادي انبي كسب الزمالك في البطوله في المباراه قبلها بشهرين ثلاثه. في مباراه نادي الزمالك او جمهور الزمالك كان بيعتقد ان نادي الزمالك تعرض ليها فيها بظلم تحكيمي كبير. كل ده شجع الناس وحمس الناس ان هي تبقى موجوده بشكل غير عادي، وهو ده جمهور الزمالك. يعني جمهور الزمالك كان موجود من كل المحافظات حريص على مسانده الفريق، لكن للاسف حدث ما حدث. الموضوع دلوقتي مش موضوع عوده الجماهير، لكن استئناف النشاط مهم جدا من الناحيه السياسيه للبلد، ومهم جدا بالنسبه للعمال الغلابه اللي شغالين في مجال كره القدم. عايز اقول ان احنا بالنسبه لنا احنا على سبيل المثال استئناف الدوري من عدمه لا يؤثر علينا في شيء، هتكلم على المستوى الشخصي. انما العمال الغلابه اللي بيشتغلوا في الدرجه الثانيه واللعيبه بتاعت الدرجه الثانيه والثالثه وفرق الناشئين وكل الكلام ده كله هم اللي بيتاثروا بشكل مباشر. لذلك احنا بنطالب بعوده النشاط. الحاجه الاهم ان زي ما انا قلت لك ان باذن الله والناس هتشوف الكلام ده، ان رغم يعني عوده النشاط الا ان احنا سنظل نطالب بحقوق الناس اللي ماتت ومحاسبه المسؤولين. عمر جابر، انا في رايي ان عمر حسب الموضوع غلط واخطا في تقدير الموقف. وعايز اشرح للناس عشان ما يبقاش الكلام بتعاطف. عمر جابر انا على المستوى الشخصي بحبه جدا والناس كلها تعلم كده. في رايي ان عمر لو كان قبل المباراه وقف في اوضه اللبس وقال انا سمعت ان في ناس ماتت، او حاسس ان في ناس ماتت، او سمعت ان في ناس ماتت وانا مش هلعب، ولو لعبتوا دي مسؤوليتكم، يبقى ساعتها كده عمر جابر عمل الصح واخلى مسؤوليته. ويبقى فعلا لو كانت اللعيبه دي لعبت وهو عمر قال كده، وده كان المفروض دوره كقائد وهو حازم، كان يبقى هو عمل اللي عليه. لكن اللي عمر عمله، وده تاكدت منه من طبيب الفريق ومن الناس اللي كانت موجوده، ان هو راح للدكتور وقال له ان انا بطني وجعاني وان انا صدري وجعني وان انا ايديا ساقعه ومش قادر العب. وهو ده كان حال كل اللعيبه، يعني لان اللعيبه تعرضت لدخان وغاز كتير جدا، فكان هو ده كان حال كل اللعيبه. فما ينفعش ان انا اطلع اقول لزمايلي ان انا بطني وجعاني وان انا مش هلعب عشان بطني وجعاني، وبعد الماتش اطلع اقول ان انا ما لعبتش عشان خاطر الشهداء. ده في خيانه كبيره جدا في حق زمايله وفي حق الفريق وفي حق نادي الزمالك. الحاجه الثانيه ان انا كنت اتمنى ان عمر ان هو زي ما انا قلت لك ان هو يقول الكلام ده قبل المباراه ويرحل عن الاستاد، يعني يمشي من الاستاد. انما وجوده على دكه البدلاء وان هو ما اتكلمش مع اي حد في قصه ان هو علمه بوقوع ضحايا خارج الملعب، فيها في رايي مزايده كبيره جدا. ليس مزايده على جثث الجماهير، ولكن مزايده على زملائه ومزايده على لاعبي نادي الزمالك. اللي انا عايز اقول للناس ان هم كلهم بني ادمين، يعني مفيش بني ادم ابدا هيبقى عارف ان في ناس ماتت وهيوافق ان هو يلعب. يعني بابا يعني مش عمر جابر مش ملاك والناس دي شياطين، لا الناس دي بني ادمين، والناس دي كلها لو كانت عرفت كان عمرها ما هتلعب، ولا كان عمر باسم مرسي بعد ما جاب الجون احتفل، ولا كانت الناس اللي موجوده في الملعب قالت الدوري يا زمالك. فعايز اقول ان ساعات في بعض الاوقات بيبقى في ظل الاحداث بيبقى في عدم تاكد. يعني ايه؟ يعني ممكن حد يقول ايه يا جماعه احنا سمعنا ان في ناس ماتت، لكن مفيش تاكيد، محدش عارف ياخد القرار. لكن ايا كان مين اللي ياخد القرار، اللي بياخد القرار مش اللعيبه. لذلك اللعيبه تعرضت لظلم كبير جدا في الموضوع ده. وفي رايي ان عمر سبب ضغط كبير جدا على زمايله هيواجهوه في الفتره اللي جايه. لكن عمر فضل ان هو يمشي لوحده، وان هو
ياخد طريق لوحده. وبقول رساله لعمر جابر ان انت يعني حسبت الموضوع غلط، حسبته غلط بشكل كبير جدا، وهيتأثر عليك في الكارير بتاعك بشكل كبير جدا. رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور. مستشار مرتضى منصور في موقف صعب جدا، لان اي مجلس اداره واي رئيس نادي يتم في عهده حادثه بتفضل الناس فاكراها طول فاكراها ليه طول عمره. لكن انا شايف ان المستشار مرتضى منصور لازم في الفتره اللي جايه، وانا متاكد ان هو هيعمل كده، ان هو يرجع حق الناس اللي ماتوا. وهو راجل محامي كبير، لازم يسعى لمحاسبه المسؤولين، ويسعى بشكل جدي لمحاسبه المسؤولين. وده بالنسبه لاهالي الشهداء وبالنسبه للجمهور ده هيبقى افضل رد. وبس. بالنسبه للاعيبه الزمالك تحب تقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول لهم ان انتوا لازم تستغلوا هذا الموقف في ان هو يكون دافع ليكم لعوده البطولات مره اخرى لنادي الزمالك. وبقول لهم ما تنسوش دايما وانتوا بتلعبوا ان في ناس بتروح الملعب وبتموت عشان خاطر تتفرج عليكم. لازم تفهموا الكلام ده كويس جدا. واكيد الموقف اللي حصل ده هيخلي بعض اللعيبه اللي ممكن ما كانتش لسه مقدره قيمه فانيله نادي الزمالك ومدى حرص الجمهور على انه يتواجد جنبهم وخلفهم، ممكن يكون الموقف ده يحسسهم بقيمه فانيله نادي الزمالك. كابتن احمد حسام ميدو بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا.